السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ميعادنا بقى مع حاجة كده متظهرش غير من السنة للسنة زي ما احنا شايفين كده. ده اسمه اللارنج. اللارنج دوت نوع من انواع الموالح زيه زي البرتقال. يعني ليه فترة معينة بتظهر فيها اللي هي زي دلوقتي اللي هي شهر ايه 3. فانا بقى باخد الفرصة دي وباخد يعني بعمل كمية اخزنها عندي في الفريزر، تنفع معايا طول السنة، وهو بيستحمل صراحة ان هو ايه، يبقى قاعد في الفريزر ما بيبصي مش بيتهري. كل ده طبعا هنعرف التكات والحركات في الوصفة بتاعتنا ان هو ما يبص مننا. فيلا بقى نشوف الجمال والقمر اللي احنا شايفينه دوت، والتتبيلة الخطيرة اللي عليه وسرها وايه اللي يخليه يعيش معانا مدة اطول. فأتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من عندي يوصل لكم. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. يلا بينا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرنج بتاعنا اهو، ده شكله قبل ما كان يتخلل. انا حبيت ان انا اعمل لكم كل حاجه خطوه بخطوه، يعني ما فيش خطوه اخبيها عنكم. تمام، فانا عملت جزء وسبت جزء اعمله معاكم. بصوا هو شكله البرتقال بالظبط، مفيش اختلاف فيه. انا بجيبه وما تجيبيش اللي هي الناعمه الحبايه الناعمه قوي دي، لا هاتيها اللي هي خشنه سنه. تمام، فاهو انا عملت الجزء الاولاني بشرته وحطيته في ميه. لازم كل ما تبشريه تحطيه في ميه علشان خاطر ما ينشفش منك وما يبقاش حلو في السلق. تمام يا حبايب قلبي، دي ميه عاديه ما فيهاش اي حاجه. بصوا اهي، انا قشرته بالمبشرة كويس قوي وحطيته في المية. فتعالوا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي، والخطوات السهلة جدا وبسيطة هتخليكي تبقي مدمنة كل سنة لازم تجيبي اللارنج وتعمليه. فيلا بينا نعمله مع بعض. بسم الله. هنجيب اللارنج بتاعنا اهو، هجيب المبشرة بتاعتي. انا هستعمل الاتجاه اللي زي ما انتم شايفينه، الاتجاه الواسع الكبير مش الصغير. يعني في الاغلبيه بيستعمل اللي هي الصغيره دي، لا انا عشان ببقى انا محتاجه البشر دوت بعمله في حاجات كتيره جدا. باحطه في الكيك بيبقى تحفة تحفة، بيخلّي طعم الكيك رهيب مع عصير برتقان، فبيبقى الجو جامد جدًا في الكيكة. فهاجيبها بقى كده أهوّة، وخلّي بالكم طبعًا إن المبشرة بتبقى حامية، إيديكِ ما تفلتش إن هي تتعور. بُصّوا، أنا بابشرها كويس جدًا، مش باخلّي حتّة من الأورنج دوّة في قلب اللارنج، علشان خاطر ما يبقاش ممرّر. يعني سبب المرار، يعني في ناس بتقول أنا باعمله وبيطلع ممرّر منّي ومش بيبقى طعمه حلو، هو عشان أنتِ مش بتعملي الخطوة بتاعة البشر دي كويس. تمام، أهو أنا بامسك كل قطعة فيه أهو زي ما إحنا شايفين، أنا باورّيها لكم كل شوية. وخلّي بالكم ما تشيلوش اللي هي الجزء الأبيض، علشان هو ده يعني أنتِ بتعملي لغاية الأورنج دوّة بيبقى في تحتيها طبقة كده زي الإيه، الأصفر شوية. دي بقى بتخلّيها ما تبشرهاش لغاية الآخر، لإن هي دي اللي بتدّينا القوام اللي بيبقى في اللارنجاية وهي بعد ما تستوي ونبتدي ناكل منها. تمام، يعني أنا ما احاولش إن أنا أوصل لآخر الفصوص بتاعة اللارنج، زي ما بنقشّر البرتقان كده لأ، بنخلّي الطبقة البيضا اللي بين القشر وبين البرتقانة نفسها أو بين اللارنج نفسه. تمام يا حبايبي، أهو هافضل أبشرها كلّها. تلفي البشر بجميع الاتجاهات. أهو أنا هاوريها لكم برضه، بصوا أيوه كده. أهي بصوا ما فيش أي حاجة أورنج خالص فيها، كده عظمة. هاوريكم واحدة كمان هاعملها مع بعض. تمام كده اهو، بصوا كل أول ما باخلصها على طول أبشرها وأروح حاطاها في المَيّة، وآخد التانية أهو زي ما أنا ما قُلت لكم وأبشرها وألفّها كلّها على المبشرة. تمام كده. بعد الخطوة دي هاجيب بقى الملح بتاعي وأضبّط المَيّة بتاعتي، لإن أهم حاجة في اللاجنج إنِّك تضبّطي الملح بتاعه. هنا باقول لِك إنِّك أنتِ لازم تعملي الجزئين اللي هُم بتوع الثمرة من فوق، اللي هو مكان العنقود. تمام، وعايزة أقول لكم إن هو لازم يكون مغسول كويس جدًا، جدًا قبل عملية البشر دي، لإن بيبقى في رملة طبعًا، وأنا هاحتاج البشر ده أنا هاحطه في الكيكة، فما ينفعش إن أنا أكروت في الإيه، في غسيله، أقول لأ ما أنا هابشره ومش هاحتاج الحاجة دي، لأ، لازم تغسليه كويس جدًا. تمام. آآ كنت باقول إيه، نسيت. هابشره أهو كله وهاحطه في المَيّة. هنيجي بقى لموضوع الملح اللي إحنا كنا بنتكلم فيه. الناس اللي بتطلّعه ممرّر ده هو عشان أنتِ ما ضبطتيش الملح في الأول، لازم تضبطي الملح عشان المرارة تطلع منه خالص وما يبقاش في أي مرارة. وادي البشر أهو زي ما أنا قُلت لكم، بصوا خِشن إزاي مش ناعم، علشان خاطر ما يهبّطش الكيكة بتاعتي أو يخلّيها معجنة. عرفتوا بقى أنا بابشر ليه اللي هي البشرة الخشنة. هاجي دلوقتي أهو أنا خلاص خدت وضع الاستعداد إن أنا أسلقه، فهاحط ملح زي ما إحنا شايفين أهو، هاحط ملح بكمية كويسة لإن الأرنج من الموالح فكُلّه مرارة في القشر بتاعه، فأنا لازم أخرّجها منه علشان خاطر أمّا آجي آكلها ما أحسش بالمرارة دي.
فأنا أحط الملح وأسيبه ياخد غلوتين كده على النار، ما اخليهوش يتهري. أنتِ لو هريتيه مش هيعيش معاكِ سَنة. تعالوا بقى إحنا أهو سلقناه، بُصّوا الجمال، بُصّوا ماسك نَفْسه إزاي، مش مهري، لازم تخلّيها فيها تَكّة كده علشان خاطر تقعد معاكِ فترة أطول، تمام. تعالوا بقى نعمل الخلطة بتاعة الرنجة نَفْسها اللي هنحشيها بيها، وده الجمال والعظمة بتاعة الإيه، الرنج نَفْسه. معانا توم زي ما إحنا شايفين أهو، الكمية المناسبة لكمية الرنج اللي أنتِ عاملاها، تمام. وهو أصلًا الرنج بيعشق التوم، فأنتِ كتّري فيه التوم والشطة، تمام. أهم حاجة في تخليل الرنج توم والشطة. أنا حطيت أهو كمية مناسبة جدًا، أنا كان معايا 6 ثمرات من الرنج، تمام. حطيت عليهم التوم اللي أنتم شفتوه دوّة، وهاجيب هريسة الشطة، طبعًا كلنا عاملينها وأنا عاملاها معاكم في القناة قبل كده، ممكن ترجعوا لها على الفيديو بتاعي وتشوفوها. هاحط بقى معلقتين كبار كده منها، بتدّي له تطعيمة رهيبة. وهنحط الملح بقى، ما لكيش دعوة بالملح اللي أنتِ حطيتيه في المَيّة، ده حاجة وده حاجة تانية، ده بتاع التخليل، تمام. هتحطي بقى ملح كمية حلوة، وهتجيبي شطة مع الهريسة، أيوه، لإن هو ده طعامة اللارنج، يا جماعة الخلطة دي سر الخلطة بتاعة اللارنج، تمام. الشطة والثوم اللي أنا هاحطها شطة وهريسة، وعندي عصير ما يعادل معلقتين ليمون كبار، هاحطهم عليهم وهاقلبهم بقى كويس جدًا، جدًا، لغاية ما الخليط ده ما يبانش التوم من الشطة من الهريسة، يبقى كله حاجة واحدة زي ما إحنا شايفين كده. بُصّوا هاقلبها كويس جدًا وأتَّكة وأنا باعصر عشان كله يخرج منه العصارة، تبقى إيه، يعني مزيكا كده، تاكلي الرنجاية وأنتِ في عالم آخر. أتمنى طبعًا أنتم لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو يكون عجبكم، تحطوا اللايك والشير، أهم حاجة يا جماعة اللايك زي ما إحنا عارفين، وتشتركوا في القناة تنوروني، وتشيّروا بقى الفيديو لو عجبكم. أتمنى يا رب إن هو يعجبكم. بُصّوا أدي الخلطة أهي أنا قلّبتها، بُصّوا بقى لونها عامل إزاي، مش باين التوم من الهريسة، بقى كلّه لون واحد. هاجيب بقى الرنج بتاعي وأقطّعه 4 أجزاء، بس ما اخلّيش التقطيعة توصل للآخر، تمام. باجي من فوق كده أهوّة، آخُد نُصّين بالراحة وخلّي بالِك، وما توصليش أبدًا لآخر الرنج عشان ما تتهريش منِّك في قلب العلبة اللي أنتِ هتحفظيها فيها. ومن الناحية التانية نفس الحكاية هاقطّع، طبعًا اللي أنتم شايفينه ده عيب سكينة، السكينة أصلًا مش حامية أوي، فهي اللي كانت بتخلّيني أروح وآجي كذا مرّة. بُصّوا الرنجاية يا جماعة ماسكة نفسها إزاي، أنا عايزة أورّيكم بس الجمال. عايزة أقول لِك بقى بيبقى في لارنج وأنتِ بتسلقيه هو بيتفتّح غصبٍ عنِّك، مش يعني من اللارنجة نفسها، ما تقطعيش بقى من فوق، اقطعي من نفس الفتحة أو القطعة اللي جه فيها اللارنج، علشان ما يتهريش الباقي كلّه، لإنِّك لو قطعتيها من اتجاه تاني وتحت مهري يبقى ما لهاش أي لازمة. فأنا أهو بُصّوا أنا بُصّوا القطعة شو حسّيتوا بالتَّكة وأنا باقطعها، نِفْسي أعيد لكم الحتّة دي تاني والله، جميلة وطعمه من غير أصلًا التتبيلة تحفة. الحمد لله اللهم بارك، يعني لو مشيتِ على الخطوات اللي أنا قايلة لِك عليها هيطلع عظمة. أهو نفس الحكاية باورّيك أهو هنقطّعها 4 أجزاء وما نوصلش للآخر، بالضبط النُص الرنج بتاعنا، يعني نُص حجم البرتقانة. إحنا قطّعنا أهو بقى خلّص كُلّه، هنجيب الخلطة بتاعتنا، أهم حاجة بقى في الخلطة دي يا جماعة إن أنتم تتّكوا فيها لتحت، علشان خاطر التتبيلة تكون واصلة لغاية الآخر، فاهمينّي ليه؟ علشان خاطر إيه، يبقى الطعم كُلّه في اللارنجة نفسها، مش في جزء واحد أو من فوق بس ومن تحت ما لهاش أي طعم غير طعم اللارنج، لأ، إحنا بنحطها أهو زي ما إحنا شايفين، بُصّوا الجمال، وزهرة وبتروحوا قافلين عليها ال4 أجزاء اللي إحنا قطّعناهم، بُصّوا مش مهري أهو معانا ومش بيتقطّع ولَيِّن كده معانا في التقفيل. نفس الحكاية دي بقى مش محتاجة سكينة لإن هي يعني اتفتحت من تحت، يعني إحنا مش محتاجين إن إحنا إيه، نفتحها. وارد إن يحصل معاكِ كده وأنا كنت مبسوطة إن عشان أورّيكم أي جديد ممكن يظهر معاكِ وأنتِ بتخلّليه، تمام. وهامسك بقى كل الرنج بتاعي أخلّله كده، وخدوا بالكم إن الرنج ده بيطلع فترة واحدة في السنة، اللي هي الفترة بتاعة شهر 3 دي مش بيبقى موجود بقية السنة، ولو كان بيكون موجود في أي مكان مش بيبقى بنفس طعم جودته وهو لسه طالع. فأنا باحب جدًا أعمله في الموسم بتاعه، تمام. يعني أنتم من أول ما يبتدي كده شهر 3 تدوّروا عليه عند الفكهانية، عند بتوع الخضار، فهيعجبكم أوي. هو شبه البرتقان كده بس كبير شوية، وليه زي في الثمرة بتاعته خشنة شوية، أخشن من البرتقان، تمام. وغالبًا، غالبًا يعني بيبقى عند بتوع الفاكهة أكتر، تمام. عامل زي الgrape fruit، ثمرته كده في حجم الgrape fruit. أنا كده خلّلت الرنج بتاعي كلّه بالتتبيلة الجميلة بتاعتنا دي، يا رب إن شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. أنا كده خلّصته كأكل،
تمام، ما ينفعش بقى تكليف نفس اليوم اللي أنتِ عملتِ فيه. طب ليه يا هنود؟ علشان خاطر إحنا عايزين نحس بطعم التتبيلة، فتكليه تاني يوم بيبقى حكاية. تمام، تعالوا بقى نعمل خلطة اللي إحنا هنخزّنه بيها في التلاجة. هو ليه خلطة يا هنود في التلاجة؟ إحنا اللي لازم نعمل له زي مادة حافظة، اللي تحفظه ما تخلّيهوش إنه لا ينشف معانا ولا يمرّر ولا يحصل أي تغيُّرات عن أول يوم إحنا عملناه فيه. معانا توم ومعانا باقي الخلطة اللي إحنا حطيناها في الرنج نفسه. يعني وأنتِ بتعملي الكمية هتزوّدي شوية عشان تاخدي منهم للحفظ في التلاجة أو من السَنة للسَنة. هتجيبي الليمون، معلقتين ليمون كبار وعليهم معلقة خَل كبيرة زي ما إحنا شايفين كده، وهنحطهم على الهريسة والتوم اللي إحنا حطيناه، وهنجيب بقى المَيّة بتاعة الرنج اللي إحنا سلقناه فيها. تمام، ما ينفعش يتحط له مَيّة خارجية أبدًا. تمام، إحنا بنعمل مادة حافظة طبيعية. وآخد منها على قد كمية الرنج اللي أنا هاحفظها، ولازم تكوني حاطاه في علبة تكون متغطي كلّه بالسائل أو بالمَيّة أو بالمادة الحافظة اللي إحنا بنعملها دلوقتي. تمام، خلاف كده هيبوظ منِّك، يعني لو في جزء منه باين ما فيهوش مَيّة هينشف أو هيعمل فِتر أو عفن على الرنج من فوق، ومش هيكون صحّي أبدًا إنِّك أنتِ تخزّنيه. تمام، أنا هاجيب الرنج بتاعي ولازم أكون كابساه أوي كده، يعني علبة تكون محكومة عليه، ما تبقاش واسعة أوي عشان ما يفتحش منِّك في الفريزر، أو كل ما هيقعد في المَيّة طبعًا بيشرب من المَيّة فيفتح. لأ، أنتِ عايزاها تكون حاجة محكومة. وأجيب الخلطة بتاعتي دي وأرميه على كل الرنج بتاعي. شايفين؟ كلّها هاحطها كده لإن هو ده اللي هيحفظه لي من السنة للسنة. الخل والليمون طبعًا مواد حافظة. تمام، أنا ممكن كنا حطينا نُص معلقة سكر، بس أنا مش باحبها أوي. أدام عندي خل والليمون خلاص باستغنى عن معلقة السكر. أنا حطيت معلقة سكر في المَيّة ساعة السلق، أنا نسيت أقولها لكم دي بس. تمام، هاجيب بقى بقية المَيّة بتاعتي. اوعى نضيف مَيّة خارجية. ضفتِ مَيّة خارجية يبقى الخليط بتاعِك أو الرنج باظ، مش هيكمّل. تمام، والمَيّة ما تكونش سخنة، تكون هديت خالص معاكِ وتحطيها على الرنج بتاعنا زي ما إحنا شايفين. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة وتجربوها، وعايزة إن شاء الله السنة دي تعملوه والسنة الجاية تقولوا لي إحنا احتفظنا بيه بنفس الخطوات اللي أنتِ عملتيها وطلع سهل وجميل. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من عندي يوصل لكم. وكل سنة وأنتم طيبين ونتقابل إن شاء الله في السنة الجاية وإحنا بنخزن الرنج مع بعض. في رعاية الله، مع ألف سلامة.